والخلاصة ممكن انك تغير عادة ولكن مش هتنساها، لان تكوين عادة بيعني حفر مسارات عقلية للعادة في دماغك، وعشان كده من المستحيل انك تتخلص من عادة بشكل نهائي حتى ولو اقلعت عن ممارسة العادة لفترة طويلة، لان مقاومة الاغراء بتعتبر استراتيجية غير فعالة، لانها بتخلي من الصعب عليك انك تكون متزن في حياة مليئة بالمقاطعات، لانك عشان تكون متزن محتاج قدر كبير من الطاقة في ظل التقاطعات والتشويش والاغراءات المحيطة بيك، لانه على المدى القريب ممكن تقدر تقاوم الاغراءات والمقاطعات، ولكن على المدى البعيد احنا بنكون نتاج للبيئة اللي بنعيش فيها. ومن افضل الطرق للاقلاع عن عاده هو اجتثاثك ليها من جذورها او اقتلاعك لها من جذورها، وتقليل تعرضك للاشارات المسببه ليها، زي انك لو مش قادر تخلص شغلك حاول تسيب تليفونك في غرفه ثانيه غير اللي انت قاعد فيها، ولو مش قادر تنام خلي التليفون في غرفه ثانيه غير غرفه النوم، ولو مش قادر تبطل انك تشتري احسن تليفون او احسن بلاي ستيشن او احسن اي حاجه، بطل تقرا او تشوف مراجعات ليها بخصوص سعرها ومزاياها ومواعيد نزولها ومواعيد العروض عليها.